واش عمرك تخيلتي أنك تقدر تكتب جملة طويلة فيها أكثر من 20 كلمة غير بثلاثة الحروف فقط؟ واش عمرك تخيلتي أنك كل مرة كتكتب فيها الحرفين صاد وميم مثلا، البرنامج تيعرف بالضبط شنو بغيتي تكتب وكيحط لك النص كله اللي سبق لك سجلتيه في بلاصة هاد الحرفين. هذا ماشي خيال، هذا هو التصحيح التلقائي اوتو كوريكت في مايكروسوفت اوفيس. هاد الخاصية اللي 99% من الناس ما كيعرفوهاش، واللي غتخليك تكتب بسرعة خيالية وتوفر ساعات من وقتك. الحقيقة ديال هاد الأداة مخبية في سميتها، حيث إلا مشيتي للإعدادات غتلقى أن السمية ديالها ماشي غير تصحيح الأخطاء، ولكن سميتها التقنية هي استبدال نص أثناء الكتابة. Replace text as you type. إذن هي تتبدل حروف معينة بنص أثناء الكتابة. مايكروسوفت عطتنا هاد الميزة ماشي باش تصحح لنا الأخطاء وصافي، هذيك غير 10% من قوتها، هي عطتها لنا كأداة أتمتة automation. هي ماشي شرطي مرور كيقلب لنا على الأخطاء، هي مساعد شخصي كيتسناك تعطيه الأوامر. هاد الخاصية كتسمح لك تحدد اختصارات شخصية، يعني حروف قليلة، والبرنامج كيبدلها تلقائيا بنصوص طويلة. والأهم من هذا كله، هاد الاختصارات كتخدم في كل برامج الأوفيس بلا استثناء، يعني مرة واحدة تحددها كتخدم في الوورد والإكسل والباوربوينت والأوتلوك. دابا يلا نشوفوا كيفاش نستعملوا هذا الاستبدال لصالحنا. باش تفيق هذا المساعد السري من النعاس خاصك تمشي للبلاصة فين مخبي. غتمشي لملف فايل وغتكليكي على خيارات اوبشنز، غتفتح لك نافذة، غتختار منها بروفينغ، غتكليكي على الزر ديال خيارات التصحيح التلقائي اوتو كوريكت اوبشنز، ومرحبا بك في لوحة التحكم السرية ديالك. هاد البوطة الصغيرة هي اللي غتغير طريقة خدمتك. غتلقى جوج الخانات هما اللي مهمين. الخانة الأولى سميتها replace يعني استبدال، والخانة الثانية سميتها with يعني بي. الفكرة بسيطة، داكشي اللي غتكتبو في replace هو الأمر السري ديالك أو الاختصار، وداكشي اللي غتكتبو في with هو النتيجة اللي بغيتيها تظهر. يلا نديرو أول تجربة. في خانة استبدال replace كتب شي اختصار ساهل تعقل عليه، ولكن من الأحسن يكون مميز. مثلا كتب إيميل، ومن الأحسن تكتب فيها فاصلة منقوطة. ديك الفاصلة المنقوطة هي اللي غتميز هذا الاختصار وتضمن أنك ما غتكتبوش بالصدفة أو بالغلط. وفي خانة with كتب الإيميل ديالك الكامل، مثلا my professional email address mycompany.com. دابا كليكي على الزر ديال الإضافة add، ومن بعد كليكي موافق اوكي. دابا رجع للمستند ديالك في وورد، كتب الاختصار ديالك ايميل وورك على سبيس بار او انتر، وها هو الايميل ديالك الكامل تكتب في جزء من الثانية. ولكن المفاجأة الكبرى مازال ما جاتش. حل دابا برنامج اكسل وفي شي خلية كتب ايميل وورك انتر، غتلاحظ بان الايميل الكامل تكتب. وكذلك حل برنامج الباوربوينت وفي شي خانة ديال النص كتب ايميل وورك على سبيس بار، غتلاحظ ايضا ان الايميل الكامل تكتب. هادشي اللي صوبتي ماشي اختصار ديال الوورد فقط، هذا اختصار ديال نظام مايكروسوفت اوفيس كامل. القائمة ديال الاوتو كوريكت مشتركة بين جميع هذه البرامج، اي اختصار كتزيدو في واحد فيهم كيخدم فيهم كاملين اوتوماتيكيا. في حياتك العملية أو اليومية تقدر تبرمج معطياتك كلها. تلف بالفاصلة منقوطة دائما غتعطيك رقم التليفون العمل أو تليفونك الشخصي. عنوان غتعطيك العنوان الكامل. ويب غتعطيك الرابط ديال الموقع ديالك أو ديال الشركة. شكر غتعطيك جملة ختامية احترافية للإيميلات ديالك بحال مع خالص الشكر والتقدير. نصيحتي لك، كل مرة
كتلقى راسك كتعاود تكتب نفس الجملة أو نفس النص، فكر مباشرة في إضافة اختصار. هذا هو المفتاح، ما تسناش، ديرها فورا. والنصيحة الثانية، استعمل هذه الخاصية باش تصحح الأخطاء الشائعة ديالك. واش كتغلط في كلمة معينة بزاف المرات؟ إذا نضيفها في التصحيح التلقائي، والبرنامج غادي يصحها تلقائيا كل مرة. ولكن بلاتي غتكون لاحظتي في ديك البواطة ديال الاوتو كوريكت واحد جوج اختيارات مهمين: نص عادي بلان تكست، ونص منسق فورماتد تكست. شنو الفرق بيناتهم؟ نص عادي هذا هو اللي خدمنا به دابا، هو كيهز غير الحروف تكست صافي بدون تنسيق. هاد الاختيارات ديال نص عادي بلان تكست هي اللي كتخدم في لوفيس كامل، الوورد والاكسل والباوربوينت. نص منسق فورماتد تكست، تخيل بغيتي واحد الكلمة ديما تكتب بولد وباللون احمر، او شي مصطلح علمي ديما يكون ايطاليك. الطريقة هي خاصك تكتب الكلمة اولا في المستند ديال الوورد، وتصاوب لها التنسيق اللي بغيتي، يعني اللون والحجم اللي كان. من بعد سيليكسيوني ديك الكلمة وعاد سير حل خيارات التصحيح التلقائي. ديك الساعة غتلقى الاختيار ديال فورماتد تكست خدام. ولكن هاد الاختصارات المنسقة فورماتد تكست ما كتخدمش في اوفيس كامل، هي كتخزن وكتخدم غير في الوورد بوحدو. دابا الا بغيتي تولي من الناس 1% اللي بصح محترفين هاد الأداة، خاصك تعرف جوج ديال الأسرار العميقة اللي قليل عارفها. المساعد السري اوتو كوريكت عنده حدود. أهم حد هو أن الخانة ديال ويد ما يمكنش تفوت 255 حرف. إذن هو ممتاز للجمل الطويلة، ولكن ماشي للفقرات الطويلة بزاف. هنا كتجي الأداة الوحش اللي سميتها النص التلقائي اوتو تكست، أو الأجزاء السريعة كويك بارتس. هذه ميزة أخرى كتلقاها في الوورد في الخانة ديال انسرت. هذه كتخليك تخزن نصوص بلا حدود، وحتى صور وجداول وتوقيعات. دابا كيفاش تسجل فيه نص طويل؟ أولا في مستند الوورد ديالك كتب ديك الفقرة الكاملة أو الجدول أو حتى الصورة اللي بغيتي تخزن. سيليكسيوني داكشي اللي كتبتي كامل بما فيه الصورة، وسير لطابلت إدراج انسرت. غتمشي لليمين حتى تلقى واحد الزير سميتو الأجزاء السريعة كويك بارتس، كليكي عليه وغتختار النص التلقائي اوتو تكست، ومن بعد كليكي على حفظ التحديد في معرض النص التلقائي Save Selection to Auto Text Gallery. غتخرج لك واحد البواطة صغيرة سميتها إنشاء كتل جديدة Create New Building Block. أهم حاجة هي الخانة ديال الاسم Name. عطي لهاد الفقرة شي سمية اختصار سهلة تعقل عليها، كليكي موافق اوكي وصافي. دابا تخزنت. وباش تستعمل هاد النص اللي سجلتي عندك 3 ديال الطرق. الطريقة الأولى والسريعة F3، في شي بلاصة خاوية في الوورد ديالك كتب ديك السمية اللي عطيتيه ومباشرة ورك على الزر F3 في الكلافي. ديك الفقرة الكاملة غتظهر في البلاصة بلي ميز اون باج ديالها كيف ما كانت في الأصل. الطريقة الثانية حتى هي سريعة، وهي أنك تكليكي على انتر من بعد ما تكتب السمية اللي عطيتيه. الطريقة الثالثة ديال المنيو، ارجع لنفس البلاصة إدراج انسرت الأجزاء السريعة كويك بارتس النص التلقائي اوتو تكست، وغتلقى السمية ديالك اللي سجلتي في ديك القائمة. غير كليكي عليها وغتزاد الفقرة كلها. ولكن اوتو تكست عنده جوج الفروقات. الفرق الأول الطريقة ديال الخدمة. اوتو كوريكت كما قلنا كيخدم بوحدو، بمجرد ما كتكتب الاختصار وتورك على سبيس وتكمل الكتابة ديالك. ولكن اوتو تكست لا، هو كيتسناك تعيط عليه، خاصك انت تطلب منه يبان. وهذه هي القوة ديالته، حيت ما كيخرجش ليك فقرات بالغلط. الفرق الثاني اللي كاين ما بين اوتو كوريكت و اوتو تكست ان هذا الاخير ماشي مشترك في الاوفيس كامل، هو كيتخزن غير في الوورد والاوتلوك. الخلاصة
استعمل اوتو كوريكت للجمل القصيرة اللي كتكتب ديما وفي كل شيء مايكروسوفت، واستعمل اوتو تكست للفقرات والجداول والصور اللي كتستعملها غير في الورد. دابا صوبتي 100 اختصار كيربحوك الوقت. شنو غيوقع الا بدلتي البيسي ديالك او تفورماطا؟ واش كلشي غيمشي؟ الجواب هو لا، الا كنتي عارف هاد السر. هاد القائمة ديال الاختصارات ديالك مخزنة في ملفات سرية في وسط الويندوز. هاد الملفات كتسالي بالامتداد ACL. باش تلقاهم غتمشي لهاد المسار في جهازك، تقدر دير ليه كوبي بيست يعني نسخ وتلصقو في اي نافذة، وفي وسط هاد الدوسي غتلقى ملفات تتنتهي بالامتداد ACL. الحل بسيط، دير كوبي لهاد الملفات اللي كتسالي ب ACL وحطهم في كلي USB او جوجل درايف، وفي البيسي الجديد او البيسي اللي دارت ليه الفورماتاج ارجع لنفس المسار ولصقهم تما، ومبروك عليك رجعتي كل الاختصارات ديالك. هذا هو الدرس الحقيقي. الانتاجية ماشي هي ديما تقلب على برامج جداد وتيليشارجيهم. الانتاجية الحقيقية هي تكتشف القوة الجبارة اللي مخبية في وسط الادوات اللي ديما قدام عينيك. والسؤال اللي غنخليك معاه الان هو، هذا كان غير زر واحد في وسط آلاف ديال الازرار، شحال من سر اخر مخبي مازال ما اكتشفتيهش؟ الى عجبك هذا الكنز اللي اكتشفنا اليوم وبغيتي تقلب معايا على كنوز اخرى مخبيه، دير لايك للفيديو واشترك في القناة. شكرا.